شنو توا في التواليت؟ تحصل فيا حتى في التواليت ملا. اسمع الملا سخان. اقعد لك سيف. البريود الاخر ما عندك ما عملت؟ اسمعني امي تعيط لك. بابا توحشتك كبرت. سيف بس لك اخر مره البريود الاخر عملت حاجه اي ولا لا؟ شوف بابا حكيت سرقه راه كنت نحكي لك عندي برشا وزيد مانيش وحدي مع برشا وليدة الحوم وون بليس ما في باليش بيه مات الراجل وقت. حلوه ياسر. شنو حكايه السرقه؟ شنو فما شكون قال سرقه؟ سيف من غير ما تبدل الموضوع وقل لي شنو حكايه السرقه تو. يا بابا بالله خلي الفيديو جي. لا بابا الفيديو جي. بيه سيف الاخر مره عملت حاجه البريود هذيا اي ولا لا؟ بابا اسمعني انا ما فهمتكش شنو حكايه شلاكه وفلاي وحجر يا اخي باش ننقلوا. باش نبسط لك المعلومه ياسر. الحجر هذيا نتاع الكبريت انا لقيته في اول النهج وسالت ولاد الحومه قالوا لي انت تعديت من اول النهج البارح. نقولوا صغير وما تفهمش معلومه عامه حاجه صغيره. الحجر قبل كانوا يضربوه في بعضه باش يخرجوا النار. تشعل النار يولي فما دخان. الكهرباء تنجم تشعل يولي فيها دخان. الدار نجموا نحرقوها ويخرج منها الدخان. امك كيف حاجه اخرى نسيتها. السيجار نجم نحرقه وزاد يخرج منه دخان. نظن فما حاجه ما بيناتهم. ماكش مركز معايا؟ نوسع بالي معاك اكثر. شنو هذا؟ كيخت نتاع حلوه فليو نتاع 50 فرنك. انت ايش تعمل في الدار؟ انت تتكيف دونك فما ريحه فيك. انت خبيث تاكل كعبه حلوه فليو باش ما نحلبش بيك انا اللي عندك ريحه تاع دخان. انت خبيث برشا. اما انا اخبث دونك نمشي نفركس الزبله وندخل يدي في الزبله ونركل كيغه الحلوه فليو هذه. بابا نظن استنتاجي في بلاصتو. الحجاره وفهمني الحلوه زيد. ما تنجم تقول لي شليك اش تعمل؟ امان تعرفني ميدو نكره شكون يمشي حافي في الدار. امان البس امان البسهم امان على حتى على جنيبك امان ولدي. امان ميدو امان. بابا انت شكيت فيا وهذا من حقك. ام انا تو باش نطلب صاحبي لسعد تعرف متربي وما يكذبش باش يقول لك الحقيقه. ليه؟ اطلبه بتليفوني ما يعرفش نمرويا وحط اوت بارول. ها وي يا نجم المونجيله نتاعك خليتها عندي يا نمرو بابا يا لسعد نمرو بابا. يا قلبي يا قلبي. يا لسعد قول ليش طايحك على حكايه الشراب؟ لسعد باش نسألك سؤال صريح نحبك تجاوبني بكل صراحة أمان. بابا شك فيا انت كيف ونحبك انت تجاوب. تو انا نتكيف. ياي تتكيف. يا قلبي باش نموت. يا لسعد امان راهو بابا شك فيا انت كيف يا صديقي يا روحي يا حياتي يا خويا يا صاحب هذه المقايضة معناها اختك بالدخان معناها. نقتل روحي انا يا امان بلي قولوا لي انا ما نتكيفش قول. يا لسي يا ودي تتكيف وتشرب وتفطر بحذايا في رمضان وسارق وقتك سحب. صباك عاد نظن. اسمعني حضر لي فرشي بحذيك الليل وجيب لي البريكايه نتاعي اللي سرقتها وباكو الدخان. هيا صيبني تو من لعاب العقل نتاعك. هكا يا سيف هكا السرقه نقتل روحي انا. ليه يا بابا ليه يا بابا؟ نقتل روحي امان يا بابا امان. شو انا نوافق ما عادش نتكيف وننسى حكايه البنات هذيا وصاحبي لسعد هذا ننسيه. ما عادش صاحبي من هنا لاخر الدنيا. امان يا سيف تربي هذه الكل والسنين اللي قعدت عليهم بطال على خاطرك تفطر وما تقوليش يا سيف. نقتل روحي انا يا بابا بالله انا نوعدك غدوه نعزقون بعضنا وعلى حسابي وباكو الدخان نبشتروه مريك. الو وي يا حبيب ريت توا الخلطه دخان تكيكه توا صغار يتكيفوا معناها في وضع اونترينمون ويمشي يريق البدن ويحافظ على صحته وليه الدخان زايد ولا هاي كيفيه انت مبارك عندي كالعاده اي الشيشه نتاعنا حاضر اي هادي قالوا دخان تاع صغار تاع صغار مريك هو اول اسعد بحذايا تو دخل اي بحذا نجله قاعدين يحضروا في الدفوار. اي وفيه الباك قاعدين يحضروا في عام الجاي.